المدير الفني لمنتخب مصر ومتواجد دلوقتي في كوت ديفوار، واصابه محمد صلاح اللي ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، ربنا يشفي كل مريض حبيبي، اتصاب فيها، تخليه يروح ليفربول يتعالج ويرجع ولا هتخليه مع الفريق؟ هم سمحوا له. لا، لازم اخليه مع الفريق. اذا كان هو كابتن الفريق وهو اللي يقدر يلم اللعيبه بشكل كويس ويقدر يتكلم معاهم بشكل كويس، لان المرحله اللي جايه مرحله ان شاء الله ربنا يكرمهم عشان احقق الكلام اللي انا قلته، ان هم ان شاء الله يوصلوا دور ال 16 ياخدوا الكاس ان شاء الله. مستحيل كان يمشي. مستحيل لا، ما كانش يمشي، كان لازم يستنى ولازم يعمل الاجتماعات اللي بيعملها معاهم ككابتن الفرقه، ثم ان هو كلاعب معروف عنه ان هو لاعب جامد قوي قوي قوي، فكان هيدي للعيبه اللي هو بيفكر فيه. اللي بيفكر فيه ده ما حدش بيفكر فيه زي ما هو بيفكر فيه دلوقتي، وخاصه ان هو اصيب، والاصابه دي طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمشي الامور بشكل زي ما هو عاوز طبعا. فعشان كده بقول ان هو الاصابه بتاعته دي جت في توقيت مناسب. ايه التوقيت المناسب ده؟ هم بوظوه، ان هم بعتوه لليفربول. كان لازم يستمر مع الفرقه ويتكلم مع الفرقه ويتعالج كمان وهو موجود مع الفرقه جوه مصر ان شاء الله. طيب، يعني الكابتن حسن قال لا انا كنت هخلي محمد صلاح. طيب لو كابتن حسام حسن هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني ومتواجد في كوت ديفوار، هل كنت هتسمح لمحمد صلاح بالرحيل والعلاج والعودة مرة أخرى؟ بص، في البداية إذا شعرت إن هو عايز يسافر هيسافر وما يرجعش تاني. صح، ما يرجعش تاني. يعني ما يرجعش تاني، يعني ما يجيش، يعني ما يرجعش بعد حتى بعد ما يخف. انتهى. لكن لأن الإصابة ما كانتش قوية، كان ممكن يحتاج علاج طبيعي ومتوفر في المنتخب. وعلى فكرة يعني كابتن حسن عارف الإجراءات اللي بتحصل في الشد في العضلة الخلفية مش محتاجة إمكانيات الكبيرة بتاعت ليفربول. وعلى فكرة في ناس برضه، عشان احنا بنخاطب ناس طيبين، في ناس عندها دراية وفي ناس في معلومات مش موجودة عندهم. الفرق الكبيرة زي ليفربول لما يكون عندهم لعيبة نجوم كبيرة في أفريقيا وبتلعب في بطولات أفريقيا حتى لو مش مصابين بيبعتوا معاهم الدكتور او راجل متخصص في علاج طبيعي يعمل استشفاء. فليفربول ما اكيد عندهم درايه في ثانيه. يعني انا هفكرك بحاجه، مره محمد صلاح كان رايح يتكرم كاحسن لاعب او دروجبا في فتره من الفترات، تشيلسي كان بعت معاه بتاع علاج طبيعي ودكتور وعشان في الفتره اللي هو موجود فيها لا ما كانش مصاب، يهيئوه عشان يرجع جاهز فما بالك بقى في كاس وفي حاسين انه شعر بحاجه معينه، فبيبعتوا الناس دي لان ناس عندهم الامكانيات الكبيره، ان هو عارفين ان وجود محمد صلاح ضروري لمنتخب بلده، وان هو كابتن مؤثر جدا من الناحيه المعنويه والنفسيه للاعبين والجماهير وحتى على الخصم. فمجرد ان هو يكون موجود اكيد كان ليفربول عارفين الاصول، عارفين ان لازم يكون متواجد، وكان هيبعتوه له لو محتاج، رغم ان احنا دلوقتي منتخب مصر عندنا امكانيات كبيره من الناحيه الماديه والناحيه الطبيه اللي موجود، التيم اللي موجود حوالين الجهاز الفني عندهم القدره ان هو يعالجوا الاجهاد اللي موجود في الخلفيه، لان هو مش شد يعني من وجهه اللي انا سمعته في التقرير. فموجود حاجات الاجهزه احنا كنا من زمان جدا بناخد، واحنا وامكانياتنا كانت قليله المنتخب كنا بناخد اجهزه معينه للاصابات الشد زي التنس والالتراسونيك ومش عارف حاجات اللي هي ممكن تساعد، حاجات مش طيب مش صعبه هتخليه. بص عشان ما حدش ياخد عنوان وان انا اقول انا محمد صلاح بقيمته الكبيره لابد ان يكون موجود مع الفريق نفسيا ومعنويا، لان هيأثر على المنتخبات اللي موجودين في البطوله، ان هو وجوده هيعمل نوع من القلق ان محمد صلاح في اي وقت هيلعب. لكن محمد صلاح هناك في بره، محمد صلاح خلاص هيبقى مش مؤثر نفسيا على ولا الفريق ولا الفريق الخصم. فانا مش شايف، انا هساله سؤال، انت محمد انا شايف ان انت ممكن تتعالج هنا وعندنا الامكانيات هنا مع الجهاز الطبي،
هتقعد هنا ولا انت؟ انا هقول لك بس هو حاجه خلاص سهلة. او ممكن سافر. ليفربول يبعت له جهاز طبي. ما انا قلت من شويه، ما انا يعني قلت الكلام ما ده. فيهاش مشكله. هيقول لا انا هتعالج هناك، اقول له خليك هناك. آه. خليك هناك لحد ما تخف وربنا يوفقك في ليفربول. واحنا هنا عندنا رجاله. الرجاله موجودين. طب اقول لك حاجه، انت شاعر ان انت في مشكله ان محمد صلاح مش موجود ولا امام عاشور بقى ربنا يشفيه يعني؟ الفتره دي منتخب مصر عنده كل المراكز فيها يعني في لاعبين فيها غنى وثلاثة. كتير وفيها لاعبين متقاربين المستوى، لدرجه انت بتشوف زيزو يطلع لا مش عارف تريزيه قاعد، لا مش عارف مرموش، مش حاسين بأي مش حاسين بمشاكل. آه. عندنا النهارده زي ما قلت الشناوي متعور، لكن في ابو جبل وفي صبحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلاويه وعشان منتخب مصر في كل مكان، ما تنسوناش بلاك واشتراك. طبعا الكلام اللي طلع من العميد والمعلم اقوى رد على كل المطبلاتين اللي بيطبلوا لمحمد صلاح على الفاضي والمليان. احنا مش بنهاجم محمد صلاح كمحمد صلاح، ولا نفسنا مننا على محمد صلاح، ولا حقد على محمد صلاح، ولا حسد على محمد صلاح زي ما كل المطبلاتين بيطلعوا يقولوا على اي حد بيهاجم محمد صلاح. احنا بنهاجم موقف حصل من محمد صلاح. الموقف ده ما كانش لازم يحصل من لعيب بقيمه وقامه محمد صلاح. وعشان كده الرد اللي اتقال من الكابتن حسن شحاته، افضل من تولى منتخب مصر على مر العصور بثلاث بطولات احرزها واداؤه الاروع في كاس العالم للقارات، مش هيكون كلام نفسنا ولا كلام حسد ولا حقد. ده تاريخ اتعمل عن طريق المعلم. مفيش مدرب تاني قدر يعمل التاريخ اللي عمله الكابتن حسن شحاته. والكلام بيطلع تاني من الكابتن الكبير حسام حسن، ما هوش نفسنا ولا حقد، لان اللي عمله حسام حسن في الدوري المصري او على مستوى المنتخبات محمد صلاح ما عملش ربعه من احراز بطولات لمنتخب مصر، وانه مثل منتخب مصر في عدد مباريات لا يضاهيها احد غير احمد حسن وحسام حسن في منتخب مصر. فمش هيطلع كلام، مش هيبقى كلام نفسنا وكلام حقد وغل من العميد. ده بس اقوى رد على كل المطبلات. احنا كل غرضنا ان هنقول للغلط انت غلط وللصح انت صح. مش غرضنا ان احنا نشتغل على الترند وخلاص او هجوم عشان نوقع محمد صلاح. لا، كلنا كمصريين بنفتخر وبنعتز بالانجازات اللي عملها كتيره محمد صلاح، ولكن لما يخطئ لازم نقول له انت غلطان. انت غلطان، لانه مش فوق النقد. مفيش حد فوق النقد ومفيش حد فوق الخطأ. كل الناس بتخطئ، كلنا كبني ادمين بنخطئ، مفيش حد فينا معصوم من الخطأ. ده رد على كل المشككين في نوايا الناس اللي بتهاجم محمد صلاح. والهجوم مش الغرض منه الهجوم على محمد صلاح، اللي احنا بنعمل سبوت ولمبه حمراء كده لمحمد صلاح. لا، فوق وخد بالك، ده منتخب مصر ومصر فوق الجميع. دي رسالتنا لمحمد صلاح وكل المطبلاتين، ان مصر فوق الجميع. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه. اديني لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.